انا جيت. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني. جايه لكم النهارده بروتين كله طاقة ونشاط ان شاء الله. حطي لي لايك بسرعة على الفيديو وتعالي نبدأ روتيننا النهارده ونسميه ونقول بسم الله ونصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد. يومنا النهارده كله طاقة ونشاط. هخلص بقى شوية كده من فرش الشتا، عندي بقالي فترة كده مكسلة. لا احنا النهاردة بقى نبدأ نخلص كده ونستعيد نشاطنا. هبدأ الأول بالفطار. سلقت 2 بيضة وهاكلهم بجرجير من غير أي نشويات. اعرفيها بقى، طالما اليوم هتاكلي فيه يعني نشويات في الغدا، يبقى الفطار عندك من غير نشويات خالص. عايزة أقولك إن البروتين بيشبع جدا جدا جدا. لو كلتي بعيش هتلاقي نفسك بتاكلي نص رغيف، 3/4 رغيف، قفلتي الرغيف واحتاجتي أكتر وأكتر وأكتر. ده فطاري كده في الدايت. عملت قهوة بلبن والحمد لله فارت على البوتاجاز، يلا الحمد لله. واخدت نص تفاحة زي ما انت شايفة كده، وهاكل بيض بجرجير عليه ملح وفلفل اسود ورشة من الكمون وكزبرة ناشفة. عايزة اقولك تحفة. فطرت والحمد لله. قعدت بقى شوية كده في الشمس، يعني اهتمي قوي بالشمس بتاعت الصبحية دي علشان فيتامين د. كان جوزي من بالليل كان جايب لي رز. رز غالي بصراحة، أنا عارفة الرز ب 18 جنيه. المهم لقى إن الكيلو من ده ب 15، فجاب 20 كيس اهو زي ما انتم شايفين. هبدأ أعينهم بقى كده عشان أبدأ روتيني على خير، ونشوف احنا هنكمل يومنا ازاي. ابدأي يومك كده معايا بكل طاقة ونشاط كده وإشراقة. فتحي بيتك وهويه، شغلي القرآن وقومي اشتغلي كده واكتبي انت وراكي ايه. شوفي انت هتتغدوا ايه، هتفطروا ايه، هتذاكري لولادك النهارده ولا اجازة، ولا تنظيفتك ايه، ولا عندك مواعين، لا هعمل المطبخ، لا هعمل البوتاجاز، لا لا ده انا هدخل على التلاجة، لا ده النهارده هعمل اوضه النوم، لا النهارده ورايا حبة حاجات كده، تشطيبات في الاوض تحت سراير. شوفي انت وراكي ايه. حاولي يعني تخلي اليوم مثمر. في شغل عندك كده يبقى انت تنجزيه من بدري. حاولي تصحي بدري. بيفرق جدا 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 وبيفرق اكتر في نفسيتك انت وانت شغاله. ابدأي بقى نزلي ولادك كده مدارسهم ودنيتهم وابدأي اشتغلي. بص انا كان من فتره كنت جايبه الديسبنسر ده، كان عندي 2. المهم ركنتهم بصراحه لان هم يعني مش بيسيبوا الميه ساقعه لاخر حبه، اللي هو لا يعني نص ساعه تقريبا، ساعه بالكتير وتلاقي الميه رجعت عاديه جدا. هو حلو في حاجات معينه، يعني ممكن على مكتب، في قلب مثلا عياده ولا حاجه. لكن ما لقيتوش عملي لان هو مش بيسقع الميه، او لما بتحطي بقى تلج والكلام ده مش بيحتفظ بالبروده بتاعه الميه. فبصراحه ركنتهم. وبما ان احنا داخلين على شتاء فخلاص يعني ركنتهم احسن. فطرت والحمد لله وظبطت نفسي كده، وعينت الرز مكانه بعد ما مسحت الضرفه كده كانت مطربه مركونه بقالها فتره. قمت جايه برضو مروقاها كده مظبطاها. كل يوم لو خدتي ضرفه هتلاقي اللي انت اصلا المطبخ ده في ثانيه اتعمل. كل يوم واحده بس واحده بس، مره حلل مره درج مره واحده بس مع روتينك اليومي. طلعت بقى بره كده زي ما انتم شايفين، حبيت اصبح على الشمس. احلى صباح على عيونكم كلكم. الشمس بتدي طاقه كده حلوه الصبحيه، بالذات لما بتبقى بقى 8 الصبح 7 الصبح 9 الصبح. فبتلاقي كده اللي انت قدامك 3 4 5 ساعات حلوين تشتغلي فيهم لحد الظهريه. فتحت البيت وهويت البيت كده وشديت الستائر كلها وفتحت البيت كله، وشغلت الراديو عندي على اذاعه القران الكريم. ودخلت بقى شديت الغساله وقلت بقى اما نقع لي شويه كده لونهم ابيض، يعني يتنقعوا في حبه كلور كده. وجبت برسيل جل تحفه على قد الغسله على فكره، حلو جدا، مع كلوريكس الوان وشويه كلور لان النقعه الاولانيه دي ابيض. اخدت بقى كلوريكس الوان خام خالص اهو، ومن عند بتاع المنظفات. مش بدات اللي انا احطهم كده في برطمان عندي او علبه كده او طبق ولا حاجه. وهروح بقى اغسل السجاده دي على الناشف. بصي غسلها سهل ما بياخدش حاجه. كانت مشكله السجاده دي هي كانت نظيفه، وكانت مغسوله وكل حاجه. فجيت فرشتها وحطيت فوقها كفر سجاده. فطبعا من جري العيال فكفر السجاده نزل زي ما يكون وبره كده، لون بس وبره. المهم جيت ابص عليه لقيته بيطلع بالمكنسه. فشفطت الاول طبعا السجاده كلها بالمكنسه. في اجزاء طبعا باين فيها وفي اجزاء مش باين خالص. المهم قلت حلها ان هي تتغسل على الناشف. هي كده كده نظيفه. ولما نشرت يعني لما كنت حطاها اقصد ما توسختش بقى ولا اتبهدلت ولا الكلام ده لان كان فوقها كفر. كل الحكايه لون.
فحبيت بقى ان انا اشيل اللون ده كله، ولا ان انا اغسلها على الناشف، اسيبها بقى في الشمس كده ساعه ولا حاجه تتهوى والشمس تطولها، وبعد كده هبدا افرش معاكم اوضه السفره بتاعتي. انا كل يوم بعمل حاجه، لان روتيني بصراحه او يومي اصلا بيبقى مليان شغل ومليان حاجات كتير. فطبعا مش التصوير اللي بيطلع قدامكم ده اليوم عندي، لا ده مقتطفات يا اختي والله. المهم حطي لي لايك يلا بسرعه، وقومي كده اشتغلي، ودعواتكم ليا بالشفا، لان انا لسه برضو دور البرد يعني متملك مني جامد. الحمد لله على كل حال. بصي هنا هيبدأ يظهر الوبرة بتاعة الكفر السجادة. عندك كفر سجاد خليه لوحده، ما تحطيهوش فوق السجاد، لان العيال بقى وهم رايحين وجايين الاماكن اللي بيدوسوا عليها دي اللي بتنزل وبره، انما في النص كان نظيف وزي الفل. هنا هتلاقي الوبره عاليه على فكره، مع اني شفطتها طبعا بالمكنسه، والمكنسه شالت جزء كبير جدا، لكن بتطلع بالفرشه بتاعه البلاط دي. ما حبيتش اللي انا اعملها وانا واقفه، حبيت دي عشان انا ابص كده وابقى عينيا شايفه الوبره عامله ازاي. الموضوع متعب على فكره، فانا جيت بقى عند القطعه اللي بتبقى يعني كانت عامله قوي والوبره فيها عاليه، تعبت، اللي هو خلاص هتخلصي امتى يا ست الزفته انت. والله بجد كنت متضايقه جدا، ايه ده الوبره ما بتطلعش بسهوله. طبعا ده حل، لان انا كنت قايله لكم قبل كده ان الكفر يعني نزل وبره، فكنت متضايقه جدا وركنت السجاد بتاعي. بصوا بيطلع وبرة عالية على فكرة، مش يعني الكاميرا ظالمة والله، الكاميرا مش مبينة قوي، لكن والله طلعت معايا، استعنت بالله كده، غابت شوية في التنظيف لكن زي الفل. بصي هنا من قبل اصلا ما ادعكها او حاجة الوبرة عالية جدا يعني. حاولت بقى ان انا انطر لبره، بصوا يعني وبيطلع كده في قلب الفرشه دي عمليه جدا جدا. هي طبعا بتقسم الظهر وتحس ان ركبك اساسا الحقوني الحقوني يعني هنموت يا فخري. ف... ركبك يا مليجي. المهم فحاولت بقى ان انا اخلصها كده واحده واحده وابدا يومي بيها عشان تنجز. عارفه يعني ما حبيتش ان انا انهي اليوم بيها، لان انا هبقى اصلا على اخر اليوم هبقى تعبانه، فلا انا ابدا بقى من بدري كده احسن. طبعا المنطقه اللي انا بظبطها كده بالفرشه ببقى بلاها يا دوب بسيط، وبنضف بقى كده او بمسح كده بعدها بفوطه تكون ناشفه تماما. المهم هاخدها بقى وهقوم منشراها عندي كده في البلكونه يطولها شمس. طيب وبعد كده بعد كده في الراحه والجايه بقى اقوم مشفطه اكتر بالمكنسه بعد كده علشان برضو ما يبقاش فيها اي وبره خالص. ولما خلاص بقى يعني فوت عليها فتره هبدا ان انا اغسلها بقى تاني، بس غسله كده حلوه محترمه تنضف اكتر واكتر. بس برضو التنظيف على الناشف على فكره او على الجاف ده حلو جدا جدا. لو بقعه لو انت مش قادره بقى، وخاصه ان الجو اليومين دول بالليل بدا يسقع، لا بصراحه الواحد مش مستحمل يعني سقعه الميه، سقعيه الميه. المهم طلعت هنا انا ومش كنا قاعدين على الارض بقى بشمسوا معايا، وحطيت السجاده كده زي ما انت شايفه، ودخلت بقى كده اكنس الارض واطوقها كده همسحها. مش هغرق بقى، لان انا كده كده من يومين كنت بسحه هنا كويس جدا ومرغيه بقى بالمقشه، وعايزه اقول لك الارض نضيفه فله. كل الحكايه محتاجه بقى كنسه حلوه كده عشان لو في فرفته بقى من العيال، في بري مثلا من الاقلام ولا حاجه، ده ما يعني الامر ما يخلاش، لازم 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 لازم. اصل ما تقنعنيش اللي في بيت فيه طفل واحد حتى لازم يوميا تكنسي وتمسحي. طبعا من اسوأ الحاجات اللي انت ممكن تعمليها في حق نفسك والبشرية انك تخلي الارض كده قرعة، هتروحي جايه تبقى طول النهار نحله كده عمال تكنسي وتمسحي تكنسي وتمسحي. لا بصراحه السجاد بيحافظ على نظافه البيت، بيدي للبيت شكل مرتب اكتر. فرفته يا ستي بهدلوا الدنيا، ايه كل الحكايه مكنسه او ولا المقشه ولا حاجه وهتمشي على السجاد وهتلاقي الدنيا عندك اتلمت في ثانيه. انما بقى كون اللي انت رايحه جايه تصحي الصبح تبص تلاقي الارض كلها زلبطه كده، تقومي بقى كانسه وماسحه وليله زرقاء. لا احنا نفرش بقى ونتخلص بقى من الكركبه والكلام ده كله. حبيت بقى ان انا افرش، خلاص انا زهقت. بصوا كل الحكايه اللي انا يعني اللي متابعني بقى من السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل واللي قبل من يوم ما فتحت القناه، عارف ان انا احب ان انا اشيل الحاجه يا دوب اسبوع التاني بكون فرشه مخلصه في الانجاز. اللي مزهقني في عيشتي القط اللي عندي، عايزه اقول لك يا بنتي معلماه يدخل الحمام، وعندي بوتي كده مخصصه ليه، ومكان لاكله ومكان لشربه ومكان للحمام معين، وابص الاقيه لفيف لي في قلب الشقه كلها يغرقها لي. والله العظيم زهقت طهقت عرفت. فطبعا كل شويه اقول لا وانا هفرش يا اختي السجاد، وابص الاقيه عمل بيبي، لا مش طالبه الحكايه دي. فكل الحكايه اللي انا متاخره بسببه هو.
المهم يعني انا خلصت اليوم ده بصراحه وفرشت السجاد، وتاني يوم جوزي خده بقى، اللي هو خلاص تاني يوم كنت بصور برضو روتين. في نص الروتين بقى قال لي لا انا عارف ان انتي متأذيه، بصي اكله هنا هوت، وبصي حاجه صعبه. عايزه اقول لكم من الحاجات اللي كانت صعبه عليا ان هو ينزل. انا مش متعوده على القطط تماما خالص، ما بعرفش يعني. انا مش متعوده وما بحبهمش، ولا عمري في حياتي مسكت حيوان او فرخه حتى وهي حيه كده، ولا قطه وحطيت ايدي عليها والكلام ده. طبعا من يوم ما جه يعني بصراحه قلبي جمد شويه، وبدات بقى احمي بقى واهتم بيه واحط ايدي عليه، وانا كنت خايفه، ببقى خايفه جدا جدا المس اي حيوان. المهم مش سهل خالص 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 انك تستغني عن حاجه زي دي طالما اتعودتي عليها. ولا انا ولا العيال عارفين اللي احنا نمشيه خالص. يعني انا حاسه ان قلبي بيتقطع كده وهو ماشي بصراحه. بس هعمل ايه والله، مبهدل لي الشقه بجد يعني. والريش ريش ايه، الشعر بتاعه في كل حته، على الكنب بقى وعلى السجاد. بجد الموضوع شاق جدا، الموضوع عاوز بيت فاضي ما فيهوش عيال. يعني انا ورايا مسؤوليه كبيره قوي. و يعني عارفه انا ما صدقت ان انا علمت ولادي بقى خلاص الحمام والكلام ده. فالموضوع مؤرق يا ولاد بالنسبه لي. طبعا هنا انا حطيت السجاده. تمام. والله انا خايفه عليه ومش عارفه هيروح لمين، والله العظيم بجد الموضوع صعب جدا. حطيت السجاده زي ما انتم شايفين كده، طبعا قعدت لها حبه حلوين كده في الشمس. اخدت انا بقى ريست كده شويه واكلت لي شويه لب. المهم فرشت السجاده. يعني كان المفروض حد يساعدني بس انا والله عملتها لوحدي. الموضوع صعب شويه بس مش مشكله. اروح بقى اعدل الستاره كده واخلي شكلها حلو. وطبعا هي في من الجوانب بتتظبط، بس انا سبتها كده لان في جزئيه فيها انا عيناها ومش فاكره انا عينتها فين. المهم بقى طلعت السجاد التاني، قلت بقى ما خلاص بقى احنا خنسنا مسحنا بنفرش يبقى نفرش كله. رحت على البوفيه لمعته كويس جدا، رحت على النيش لمعته كويس جدا من بره، وكراسي السفره لمعت كل حاجه. كل الاوضه بقت زي الفل، وفرشت السجاده دي. وكانت من السجاده دي انا جايبه دي بعد ما اتجوزت تقريبا بحاجه بسيطه، لان المنطقه دي عندي كانت فاضيه. فكان يعني الشكل كان حلو وكل حاجه، لان كنت حاطه السفره في النص بالظبط. دلوقتي في اطفال بقى، فلازم اللي انا اتاخر السفره لورا شويه عشان يعرفوا يتحركوا براحتهم. المهم ماما بقى كان عندها الجزء التاني بتاع السجاده دي، فادتهولي قالت لي يلا فرش الاتنين كده قصاد بعض يبقوا شكلهم كده حلو. طبعا هنا حاطه بقى المفارش البيضه، فبحس كده ان المفارش البيضه دي بتدي رونق كده. وطبعا النيش رصيناه مع بعض في الفيديو اللي فات. واتسالت على المفرش بتاع السفره ده. طبعا ده مش اللي داخله بيه، ده انا جايباه مثلا من سنتين ولا حاجه او من 3 سنين. كان عرض فرانين مفرش تركي حلو جدا، عجبني وعجبني سعره. فجبته حاسه ان هو حلو. بصوا مش بقى حبيبي وحشني والله. المهم فرشت التانية كده بالطول وواحدة بالعرض، على اساس ان هي ايه تغطي اكبر جزء كده من السفرة، لان حواليها فاضي. ولسه طبعا ركن الصلاة لسه ما فرشتوش، لان كده كده لسه ما غسلتش المشاية بتاعته، بس سايباه مش مشكلة. المهم ان الشكل راق بقى خلاص. اديني خلصت الانتريه وخلصت كمان السفره كده. الريسبشن عندي الحمد لله اتفور خلاص، كله متفلور 14. بعد كده بقى هدخل واحده واحده على الاوض. طبعا احنا كنا بادئين مع بعض اللهم صل على النبي وحبيبنا فيه، بادئين مع بعض بقى تنظيفات عميقه والكلام ده. الفتره اللي جايه بقى اعمل اعمق برضو يعني، نرجع تاني ونشوف. يعني مثلا كنت عامله السرير بتاع اطفال وزقاه من مكانه ومنضفه تحته، لسه السرير تاني عايزين بقى نطلع مع بعض الشتوي. ولو لسه ما طلعتيش يلا اتشجعي معايا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده نكون انجزنا كل الكلام ده. الانتريه برضو بقى زي الفل كده. المهم في الوقت ده كان بابا جالي وكده، والولاد بقى خلاص رجعوا من المدرسه، واللي رجع من الحضانه. وقعدت بقى شويه كده. الشقه كده شكلها جميل وريحتها حلوه ومعطراها. قلت بقى اما اعمل قهوه لبابا، فطلب مني قهوه فرنسيه. قلت له عندي بقى ايه حكايه انا اللي عاملاها. المهم عجبته جدا. كان جوزي بقى قام في الوقت ده، قلت له ما اعمل لك بقى كوبايه القهوه الساده بتاعتك، احنا بنشرب قهوه ساده يعني، احنا ما بنحب السكر ابدا، اتعودنا عليها كده. حطيت لهم بقى شويه بقسماط، وهعمل للولاد كده شاي بلبن والكحك الصغنن ده. وهتعملي انت ايه بقى بما انك عامله دايت؟ فما رضيتش اعمل قهوه لاني شاربه قهوه الصبح. المهم دي قهوه جوزي برضو بوش كده وجميله جدا. هعمل بقى قهوه فرنسيه بس باللبن. احط اللبن وحطيت عليها البودره اللي انا عاملاها معاكم، ارجعوا للفيديو ده بجد حلوه جدا. بن عادي بس مزوده له كام حاجه كده، مدي ريحه تحفه. ممكن ما تعملهاش بلبن لان اصلا هي فيها لبن بودره. من اكتر الحاجات المؤذيه بالنسبه لي اللبانه دي، بتغرق الدنيا والله بجد حاجه صعبه. طب انت عامله لنفسك ايه؟ عملت بقى كوبايه قرفه بلبن، انما ايه استغفر الله العظيم. عايزه اقول لك تحفه
طول عمري ما اشربش القرفة دي ابدا، ولا ادخلها في اكلات ولا الكلام ده. بس ما لما جيت بقى اعمل دايت زمان والكلام ده، يعني حبيت ان انا احلي الحاجة عشان احبها، لان الحاجات دي صحية. قرفة بلبن دي عايزة اقول لك بتفوق الشرايين كده، مش عارفة، بتعمل لك نعنشة كده، وبتسد جدا جدا. يعني جوعتي، لا اشربي لك كوبايه قرفه باللبن، بتبقى جميله بصراحه، انا بحبها. دي بقى كوبايه قهوه كده بالقهوه فرنسيه، قهوه بقى بلبن برضو، بتبقى جميله جدا جدا جدا. المهم خلاص كله تمام، 100 فل و14، وقعدنا بقى شويه، وجت بقى دلوقتي وقت المغربيه. قلت بقى ايه، قبل الغدا كده، احنا متغدينا النهارده متاخر لان جوزي هيجيب الغدا متاخر. انا كنت طلبت منه يجيب لنا سمك، فجابه متاخر شويه. قلت لا، اما اشغل نفسي كده ادخل بقى اشد ملايه السرير بتاع اوضه النوم والمعها كده واظبطها، يعني تبقى منتعشه شويه. صليتي بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قومي يلا شوفي اللي وراكي، ما تستنيش بقى لما حد يعدل عليكي والشغل يتراكم عليكي والدنيا تبقى مش تمام. لا، كل يوم حاجه كده، كل يوم اوضه، كل يوم اوضتين، صدقيني الوضع هيبقى جميل جدا، وتعرفي اللي انت تلمي الدنيا. طيب خلصت النهارده اوضه، وخلصت ثاني يوم اوضه، خدي يوم ثالث يوم ترويقه سريعه وادخلي في الثالثه. بعد كده روتين اسبوعي بيريح بصراحه. انا باخد الروتين الاسبوعي ده على يومين، يعني مثلا يومين كده ورا بعض، اقسم الشقه بتاعتي على حاجتين، اوضتين مثلا النهارده، اوضتين بكره، ثلاثه النهارده ثلاثه بكره، على حسب طبعا الدنيا عندي بتبقى عامله ازاي. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى تشدي ملايه السرير من هنا، لازم تحطي لون مختلف عشان بس تحسي بتغيير. طلعت الطقم ده لونه زاهي شويه كده وحلو، بحبه قوي بصراحه. المهم بقى هبدا افرشه، وما تنسيش ابدا 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 الرابطه، لازم تديها ربطه كده من الاربع جوانب، وتحشريها كده في قلب المرتبه علشان تثبت معاكي وما تطلعش بسهوله. مش عارفه المرتبه بصراحه عملت كده ليه من الجنب، بس ممكن علشان انا بقلبها، ما اعرفش. بس انا لما قلبتها لقيتها عملت كده. مره عملتها اللي فوق تحت واللي تحت فوق، فعملت كده. مش عارفه بقى ده عيب بقى فيها، ولا ما كانش ينفع ان انا اقلبها، ولا ايه. بس انا لقيت ان مكتوب عليها كل فتره انها تتقلب، فمش عارفه طلعت من الجوانب ليه، مش عارفه. المهم لما بشد بقى المرتبه خالص بره السرير كده لفوق، فبنزل الملايه، فبلاقيها بصراحه بتثبت وبتبقى جميله جدا. وبدات بقى ان انا احط كده المخدات، وهدي تلميعه بقى للاوضه كده، هخليها كده من فل و14. صلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بالورقه والقلم كده زي الشطوره، اكتبي يومك، تفطروا ايه، تتغدوا ايه، هتروقي ايه، هتقعدي مع وقت لنفسك كده تعملي فيه ايه، بتعملي دايت، اكتبي انت وراكي ايه، اكتبي المهام بتاعت اليوم بتاعك، اكتبي اصلا ان الورد بتاعك ايه، صلاه مثلا كذا، قمت صليت كذا، قمت قريت كذا، قمت عملت كذا، رجعت على كذا. بصي الحاجات دي لا غنى عنها. كان بقالي كام يوم كده لقيت عندي كراسة كانت من فترة كنت بكتب فيها يومياتي وروتيناتي ودنيتي. المهم لقيت كده بفتح كده، لقيت اتحمست بصراحة من اللي انا كنت كاتباه. حاجات كنت بعملها ودلوقتي ما عدتش بعملها، يعني حسيت بالنظام اكتر كنت بعمله. فحبيت ان انا ارجع تاني للكراسه دي واخليها قدامي عشان ارجع تاني امشي على نظامها، لان نظامها بصراحه كان عاجبني. يعني كنت منظمه اكتر، كنت شايفه شغل البيت اكتر واكتر كده. المهم، فلو انت بتكتبي مثلا يومياتك في ورقه وترميها، لا، اكتبي يومياتك في كراسة كده او اجندة كده، تكون في الدرج الخاص بيكي جنب السرير عندك كده، عشان تبقي ترجعي كل فترة لو انت تايهة مش عارفة تبدأي ازاي ولا تعملي ايه ولا الكلام ده. من ضمن الحاجات اللي انا قريتها كان جدول للروتين التنظيف العميق. مش عايزه اقول لك انا بس بمجرد ما قرات اللي انا كنت كاتباه اتنشطت قوي. اصلا مش بكتب واحد اتنين تلاته، لا انا بكتب اليوم يعني باللغه العاميه، وهقوم بقى اعمل كذا كذا كذا، وان شاء الله هخلص كذا كذا. لقيت نفسي وانا بقرا اللي انا كاتباه اتحمست جدا. اعملي كده لان الموضوع فارق بصراحه، الموضوع فارق جدا. انا حسيت كده ان انا ايه الطاقه اللي جات لي دي. بصراحه لما قرات اول ورقه كده، امال بقى لو وصلت مثلا لنص الكراسه مثلا، تخيلي بقى، يعني لك ان تتخيلي.
من ضمن برضو الحاجات اللي قرأتها، كنت زمان كده قبل ما ببدأ الروتين كنت ببقى مخلصة حبة حاجات كده حلوة قبل ما بصور. دلوقتي لا، دلوقتي ببقى قاعدة كسلانة مزهقة شوية وبعد كده اشجع نفسي واقوم اصور عشان اتشجع. بصراحة يعني لا، فرقت معايا جدا جدا اني قرأت حاجة انا كنت كاتباها ده بخط ايدي وبعميتي، وعمالة بكتب كده عادي وبكل تلقائية. لقيت نفسي سبحان الله كده من الكتابة اتنشطت. انت برضو اكتبي، والله العظيم الموضوع بيفرق يا جماعة. عارفة لو ما بيفرقش ما كنتش هعمله عادي. عادي يعني. طبعا دي الستاير اللي انا كنت غسلاها معاكم. هبدأ بقى اللي انا بس هركنها على جنب كده. اللهم صل على النبي وحبيبنا فيه. بس مش هفرشها النهارده ولا لسه، طبعا هفرش السجاد كده كده. المشات بتاعت اوضه النوم عايزه تتغسل، فانا راكناها دلوقتي على ما بس يعني مره كده بقى متنشطه الصبح. عشان يبقى عندي حبه باور حلوين اقدر ان انا اغسل فيهم بقى واوطي وبتاع والليله الزرقاء دي. دخلت بعد كده بقى بعد ما لمعت الدولاب والكومود اللي جنبي والكومود اللي جنب جوزي، رحت على التسريحه لمعت المرايه بتاعتها. ولمعت كده زي ما انتم شايفين. الحاجه واي حاجه بتتحط على التسريحه عادي جدا بنلمعها، مش بتاخديها بترابها كده، لا عادي. المهم بمسك كل ازازه برفان كده وبقوم ملمعاها كده من بره وشايل الغطا ولمعاها كويس. المورال تحفه والله العظيم، كمان مره في رخام زي العسل، في خشب زي الفل وزي القمر، في باب الشقه بيخليه تحفه. طبعا باب الشقه ده حوار لوحده يعني، مش بالسهل كده ينضف معاكي. بالذات انا عندي مش اللي هو ايه لمعه كامله، تقريبا نص لمعه، فصعب شويه في تنظيفه. المهم بلم كل التراب اللي عليه بفوطه تكون مبلوله ومعصوره جامد شبه ناشفه كده بس منديه، وبعد كده برش بقى عليه من المورال وبقوم ملمعها بيدي لمعه جميله جدا جدا. هنا برضو عندي الابواب بتاعه الاوض دي بتتغسل، انا بصراحه بغسلها بسبونشه كده. وكمان لما باجي اعمل الحيطان بمساحه الباركيه ممكن امشي عليها عادي على الباب، يعني لو في لحوسه ولا حاجه من فوق، لو في طرطشه من حاجه، لو عيل مثلا مسك اوكرا ولا حاجه، كل ده بيطلع بيبقى عندي زي الفل. تفاصيل معينه كده بتفرق جدا يعني. نظفتي وعملتي كل حاجه بس فوق الدولاب لسه مش متنضف، الباب مثلا مش نضيف مثلا من جوه او من بره، عليه ترابه كده، عليه عفره ولا حاجه، الشاشه مثلا حطها مطربه ملحوسه، مرايه مثلا مش نضيفه، لا يعني نضف الحاجه باحترام، نضف الحاجه حلو كده. المهم عندي المكوه دي قلت اما اعينها بقى من هنا خالص، هحطها في قلب الضرفه من تحت برضو. وبعد كده بقى هبدا ان انا اكنس الاوضه. كان في واحده قالت لي ازاي تكنسي بعد ما تلمعي. بصي عايزه اقول لك ان الكنس عندي مش بالمعنى اللي بالك فيه، دي بتبقى حاجات واقعه على الارض، يعني بصي ورقه لزق العيال رامينه على الارض مش عارفه ليه، سلك مش عارفه ما تعرفهاش جايبينه منين. تمام، فمش مش تراب اللي انت بالك فيه، يعني اللي طالع قدامك عفره من بتاع ده من العيال، يعني ورق من العيال، قصقصه، لب ورق، لب مثلا واقع على الارض ورقتين ثلاثه ولا حاجه، روجيتا، ورقه مصاصه، ما تفهميش بيرموها على الارض عندي ليه. ف يعني ما فيش ترابه بتطلع ان هي تطلع تاني على العفش بتاعي. لكن لو في بصي ده كل ده لب، لب يعني اقول لك العيال بقى بيبقوا عاملين جامد من اللب ده. في اماكن تانية في البيت ما ينفعش المع قبل ما اكنس، زي مثلا اوضه المعيشه بتاعتنا اكيد لازم يعني تتكنس وتتظبط، وبعد كده ممكن المع الحاجه مثلا الخشب او الكلام ده كله. لكن الاوضه عندي يعني قل ما العيال بيدخلوها شويه، بص مش لكن وقت لب او الكلام ده يسمعوا بس صوت اللب كده يقوموا جايين غرقين الدنيا بيه. فمش عارفه جابوا اللزق ده منين، والله العيال دي الله يهديها، الله يهديكوا يا عيال. المهم هكنس كويس بقى كده. وبعد كده الم الكنس بتاعي كده بالفرشه والجاروف، وهجيب بقى مساحه الباركيه دي حلوه جدا في التنظيف. طبعا انا يعني انا عامله شغل كتير، فاللي هو بس محتاجه ايه، محتاجه تلميعه حلوه كده. المنطقه دي اللي جنب العسكري دي منزله كده فرفته من الاسمنت كده بتاع الحيطان، لان الحته دي عندي دابت شويه. المهم لميت كل الكلام ده وهبدا بقى اجيب مساحه الباركيه كده وهلمع الارض. طبعا لو تنظيفه بقى عميقه بقى بالجردل بقى وتكبي بقى وبتاع، لكن انا ما رضيتش اعمل كده بصراحه، يعني حبيت ان الموضوع يكون سهل شويه. كده كده هرجع للاوضه دي اكيد هشيل الفرش تاني، وهبدا بقى ان انا افرش السجادي والستاير، واحط بقى دفايه مثلا تكون بقى نظيفه كده حلوه عشان الشتاء. فطبعا عشان اخليها تبان عليها النظافه ويبان عليها فرش الشتاء لازم تكون دي حاطه حاجه مثلا ايه يعني مختلفه شويه، يعني مفرش مثلا يكون قريب من شتوي، او بقالك فتره ما حطيتش المفرش ده، او زي ما انا عامله كده شايل المفرش وغسلاه وعيناها على ما اجي افرش، فاهماني؟
ده في حالة اللي أنا ما عنديش جديد. لكن لو عندي جديد طبعًا هيبقى شكله حلو. نِفْسي بصراحة أجيب اللي هو المفارش الفرو دي، ما أعرفش بصراحة بتتجاب منين في المحل عندنا، لكن حابة إن هي تبقى عندي بالذات في الشتا. ما أعرفش، بس أنا حابة يعني حابة إن أنا أفكّر كده أجيبها، يا رب ألاقي. أنا هانزل أبُص بصّاية كده، لو لقيت إن شاء الله حاسة إنها هتبقى حلوة كده في الشتا، بتدفّي، منظرها يدفّي. كون الأرض قرعة كده لأ، أنا ما باحبش الحكاية دي. اتسألت كتير عن الميزان، طَب أنتِ بتوزني قد إيه وكل فترة قد إيه والحكاية ديّة. بُص أنا رايحة جاية أقف على الميزان بصراحة، مهووسة بالميزان. طَب وصلتِ لحد فين؟ بُص أنا كنت بادئة الرجيم بتاعي 87 كيلو، 86 كيلو في الrange ده. في الوقت الحالي اللي أنا باكلمكم حالًا فيه، حالًا أهو ب81 الحمد لله حلو، يعني يعتبر لذيذ. حاسة بفرق، طبعًا حاسة بفرق. أنا أصلًا بادّي لنفسي الإيحاء اللي أنا خسيت خالص، مع إني لسه ما خسيتش اللي بالِك فيه، لكن أنا أصلًا بادّي لنفسي الإيحاء عشان أكمّل. فهتلاقيني إيه، طالما بدأت diet خلاص أنا بالتزم بصراحة زي ما الكتاب قال. تمام. طيب بتاخدي إيه، بتعملي إيه؟ طبعًا أنا قُلت الكلام ده كتير في الفيديوهات، بس خلّيها بقى مرّة تانية، لإن المرّة دي بقى خلاص الوقت قد قزح ولازم نختم الفيديو بتاعنا. صليتِ بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا خلّصت كده الأوضة، لمّعت كل حاجة، بس برضه سايبة الدنيا قرعة شوية، يعني كنست ومسحت ولمّعت وعملت كل حاجة. لكن لسه ما فرشتش المفارش ولا المشّايات ولا الستاير ولا الكلام ده كلّه، هاخلّيها بقى مرّة تانية. لمّعت كل حاجة وحطيت البطانية كده والطقم منوّر كده وشكله جميل أوي. وهابدأ بقى إن أنا أعطّر الأوضة كده. أنا ماسحة بإيه، ماسحة بفينيك. رشّيت كده ببخاخة كده بتاعة الفينيك ورشّيت على مساحة الباركيه بعد طبعًا ما غسلتها وقُمت جاية عصراها، ومشيت مرّة و2 و3 على الأوضة. طبعًا كل ما بين كل مرّة والتانية باقوم بقى شاطفاها كويس جدًا. الأرض بقى بتلمع كده وجميلة والأوضة ريحتها جميلة. وحطيت من المُعطِّر بتاع الفريدة. كان جوزي بقى جاي في الوقت ده علشان نتغدى. هو جاي متأخر بصراحة شوية بس مش مشكلة. هاكل النهارده إيه، عشان طبعًا دايت، هاكل سمك مشوي. أنا هاكل سمك بس من غير أي حاجة، وهاكل جنبه طبق السلطة اللي أنا عاملاه. هو ليه طبق سلطة معين وأنا ليّا طبق سلطة تاني، لإن في حاجات مش باحبها في السلطة. الأخضر ده جرجير حلو جدًا في الدايت، عملت سلطة طحينة وعملت رز بني كده، رز صيادية وآدي السمك الجبار. حطّي بسرعة لايك على الفيديو وأشوفكم بخير إن شاء الله في فيديو جديد قريبًا جدًا، ومع ألف مليون سلامة، هتوحشوني.